عارف لما تكون بتزور حد وتلاقيه مشغل الخلاط ويجيب لك شاي في الاخر؟ ده نفس اللي بيحصل مع الزوجة اللي فاكرة ان هي لما تروح المحكمة وتختصم جوزها وتاخد بقى منه كل حاجة. الكلام ده مش صح، وهقول لك ليه. لان بصراحة الزوج عنده قضايا ممكن يرفعها ضد الزوجة وساعتها يقدر ياخد حقه تالت ومتلت، بس في حقوق للزوجة غصب عننا لازم هي تاخدها، زي مثلا حق النفقة. ما هي كده كده طول ما هي على ذمته لازم هتاخد منه فلوس. لكن انا النهارده بتكلم مثلا ان الزوج من حقه ان هو يرفع قضية زي قضية الرؤية. قضية الرؤية دي لما يكون ما بين الزوج والزوجة اطفال. طب قضية الرؤية دي مهمة قوي كده للزوج؟ طبعا، لان قضية الرؤية لو الزوج كسبها وكده كده هيكسبها، لو الزوج كسب قضية الرؤية ساعتها هو من حقه ان يعمل حاجات كتيرة قوي في حالة ان الزوجة ما نفذتش حكم الرؤية. ليه؟ هو الزوجة ممكن ما تنفذش حكم الرؤية؟ طبعا، وساعتها تبقى الزوجة بتضر نفسها. هي خدت حكم النفقة وبتنفذه وكل حاجة، لكن الرؤية برضه مهمة. طب ايه تاني من القضايا اللي الزوج ممكن يرفعها على زوجته؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما الزوج يعمل انذار طاعة للزوجة. بس هنا بقى بيختلف. ليه؟ ان انذار الطاعة هنا عامل زي اللغم. ليه؟ لان في قضايا ممكن الزوج لما يجي يعمل انذار الطاعة هي هترد عليه في خلال 30 يوم بدعوة اسمها دعوة الاعتراض. وهنا بقى دعوة الاعتراض مهمة. ليه؟ نخلي بالنا ان دعوة الاعتراض لو الزوجين مسلمين فهنا دعوة الاعتراض غالبا هتتحول لطلاق للضرر، واللي احنا بنسميه طلاق للشقاق. طب طلاق للشقاق ده مصيبة؟ ليه بقى؟ لان طلاق للشقاق هنا القاضي بيشوف مين اللي عنده الغلط، هل الزوج هي اللي غلط ولا الزوج هو اللي غلط. في حالة ان الزوج هو اللي غلط القاضي هيحكم للزوجة بكل مستحقاتها وهي كده هتتطلق. طب لو الزوج هو بقى لو المشاكل ما بين الزوج والزوجة ساعتها القاضي هيحكم بنص فروض، يعني الزوجة تاخد نص حقها. بس مش مشكلة بقى الكلام ده كله. وتالت قضية ممكن الزوج يرفعها على زوجته في حالة وجود أولاد هي قضية الاستضافة. من الآخر كده الاستضافة دي إن الزوج بيقول للزوجة هات الأطفال يعيشوا معايا يوم واحد، يقضوا يوم. طب اليوم ده امتى؟ بيبقى بعد انتهاء اليوم الدراسي في الاسبوع، يعني اليوم الدراسي بينتهي يوم الخميس على الساعه 2 او الساعه 3. فالقاضي بيحكم للزوج بيومين في الاسبوع ان اولاده يباتوا عنده في البيت بدون تدخل الزوجه. والاستضافه هنا بتبقى من الخميس من الساعه 2 من الساعه 2 بتبدا يعني من الساعه 2 او الساعه 3 لحد تاني يوم اللي هو يوم الجمعه لغايه الساعه كام؟ لغايه الساعه 6. دول 3 قضايا من ضمن قضايا تانية هقول عليها في فيديوهات تانية الزوج من حقه ان هو يرفعها على الزوجه في حاله وجود اولاد، وفي قضايا في حاله عدم وجود اولاد. فمحدش يقول ان القانون مع الزوجه، الكلام ده مش موجود. هي بس الفكره كلها ان الزوجه ليها شويه حقوق وبتاخدهم، فاحنا ملناش دعوه بقى باي حاجه تانية.